فن معاملة الناس باب كبير جدا بيسهل دخولك لقلوب اللي حواليك. الاتيكيت مش أسلوب غربي، دي قاعدة أساسية في تعليم الإسلام وفي وصايا الرسول الكريم. الاهتمام بالتفاصيل في تصرفاتنا قمة الاتيكيت. لو اتصرفنا بصدق كلامنا للناس هيوصل أسرع، علشان من القلب للقلب. بمناسبة العام الدراسي الجديد، ناس كتيرة قوي عندها اعتقاد ان الطلاب في المدارس مش لازم يكونوا ملتزمين ببعض قواعد الاتيكيت، لكن اكيد ان الاعتقاد ده خاطئ. الاتيكيت الخاص بالمدارس او بالاطفال هو حاجة كبيرة جدا، لان انا علشان اقول ان في طالب في مدرسة معناته ان انا هتكلم معاه عن ادب الحوار، لباقة الحديث، هتكلم معاه ازاي يمشي، ازاي يقعد، ازاي يحترم الكبير، ايه هي الاداب الخاصة بالموائد. كل ما تتخيلوه في فن الحياة لازم الطفل يتعلمه منذ الصغر، لأن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ايه اهم القواعد اللي المفروض الطلاب يبداوا يعملوها، وخصوصا بقى الاطفال الصغيرين اللي هم في المرحله الابتدائيه؟ المفروض ان احنا في البدايه خالص نتكلم على الزي المدرسي. الزي المدرسي هو اتعمل علشان يزيل الطبقات او الفروق الطبقيه اللي موجوده في المدرسه. المفروض الالتزام ان ما ينفعش ان الابن او الطالب ان يروح بجاكيت لونه غير، او يبقى لابس حاجه لونها غير اللون الزي المدرسي. المفروض ان احنا بنلتزم بالزي المدرسي. الالتزام الطفل بالقواعد الصغيره دي بيعلمه يعني ايه حاجه اسمها التزام، ان في مكان انا هروح في عندنا في قواعد انا عليا ان انا التزم بيها. الحاجة التانية اللي المفروض احترام المواعيد. يعني ايه احترام المواعيد؟ أنا إذا كنت عايزة أطلع شباب يحترم مواعيد شغله لما هيكبر، لازم أعوده منذ الصغر إن أنت ميعاد المدرسة إنك ما تنفعش تروح قبل طابور المدرسة. ممكن تروح قبل طابور المدرسة اتليست ب5 دقايق، لكن ما ينفعش إنك تروح بعد طابور المدرسة، لأن لما طابور المدرسة بيبدأ معناته إن لازم تكون أنت واقف في الصف علشان لسه هنبدأ ننظم. من الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها إن تحية العلم. العلم ده بيبقى رمز للدولة، يعني أنت لما تيجي تسمع تحية العلم ما ينفعش تكون بتضحك أو تكون بتتكلم مع زميل معاك أو واقف حتى مش واقفة، إن المفروض إنك تكون واقف ظهرك مفروض، رقبتك مفروضة. المفروض إنك بتصغي للتحية، لأن ده أنت بتقول إنك أنت بتنتمي لهذا البلد وإزاي بتحيي بلدك عشان يحصل انتماء ما بينك وما بين البلد. برضو بالنسبة لطابور المدرسة لما بنيجي نتكلم إحنا بنطلع صفوف على السلام. في بعض من الطلاب كده بيحب يجري على السلم. هو انت ممكن تجري، بس للاسف الشديد ممكن تعور نفسك او تاذي غيرك. طبعا ما ينفعش انك لا تعور نفسك ولا تاذي غيرك. المفروض انك تكون ماشي مع الصف بتاعك. على فكره الحاجات دي برغم بساطتها الا انها مهمه جدا لاطفالنا ان هم يتعلموا، لان ده لما يجي بعد كده يقف في شارع او يقف في حد واقف بيحترم الطابور. لما يجي يتعامل حتى في بيئه عمله فيما بعد بيحترم وبيلتزم بالقواعد اللي موجوده في اي مكان، حتى لو راح يلعب اي لعبه في اي مكان. اطفالنا لما بيتعلموا حاجات جميله جدا، فن الرقي وفن التعامل مع الاخرين، اكيد هم اللي هيكونوا بعد كده شباب المستقبل. دكتور ميسون، بجد شكرا على النصايح، نصايحك كلها جميله ومفيده، وكل ام فعلا لازم تقعد مع اولادها وتشرح لهم وتقول لهم النصايح دي. وانا اسمحي لي ان انا هضيف جزئيه صغيره على كلام حضرتك وبضيفه لمشاهدينا وبنتبادل في الحوار. فكره ان احنا لما الطفل بقى يطلع يجري من وسط الطابور او يعمل شقاوه او يقف في الفصل ويرد على المدرس، الناس بتعتبره في الفصل بيعتبروه انه دمه خفيف، فبيبداوا يضحكوا فيشجعوه انه يعمل كده ويشجعوا غيره ان هو يعمل كده. فيا ريت احنا كمان كأمهات نعلم ولادنا ان زميلك او زميلتك لو عملت كده دي مش حاجه لطيفه، مش فن اصلا، مش المفروض تضحكي ومش المفروض تخلي صحابك يضحكوا. هو لما هيلاقي دمه تقيل لما بيعمل كده مش هيكررها تاني. وبكده خلصت اتيكيت المدارس، وحلو ان احنا نعلم ولادنا منذ الصغر